اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صباح الهنا، صباح الورد، صباح الفل، صباح الياسمين. فضينا المطبخ، حتى فاضل فيه جزء صغير. مش هعمل أي حاجة، هسيب البيت وامشي. أيوة النبي، صلوا على الرسول. قول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وتعالوا نجيب 3 كسرولات، كل كسرولة فيها رتل مية، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. انا هنا زي ما انتم شايفين حطيت زعفران وحطيت سكر طبعا بتبقى حسب الرغبة. وهحط بعد كده شاي. الشاي ده شاي يمني بالزعفران والهيل. هحط كده مع الشاي وهسيبهم. طب هو بالزعفران انا حطيت تاني ليه مش عارفه، ما علينا. هنحط الشاي وهنسيبه يغلي، ونسيبه يغلي حبه حلوين بتاع 10 دقايق كده. والشاي عبال بقى ما يغلي ونشوف هنعمل ايه بقيه التفاصيل. مش عايزين ننسى الدعوه الحلوه بتاعت دعاء اختي ان ربنا يرحمها ويغفر ليها ويسكنها الفردوس الاعلى ويطعمها من ثمار الجنه، هي وابويا وجميع موتانا وموتاكم، اللهم امين. تعالوا نعمل حاجات نشربها في الطريق الى السفر، طريق سفر. يلا قولوا لي بقى متوقعين اروح فين ومع مين، وتوقعاتكم الحلوه. واللهم صل على سيدنا محمد. نيجي بقى للكسرولة التانية، هنعمل فيها قهوة سعودي. العلبة دي كانت جاية لي من واحدة صاحبتي او متابعة قمر كده. فهحط ده لتر مية، هحط عليه حبة بن حلوين برضو او حبة من خلطة القهوة العربي حلوين. وهنسيبها برضو تغلي بتاع 10 دقايق ربع ساعة عشان تستوي. هو المفروض اللتر مية بياخد تقريبا ملو فنجان، انا حطيت 4 معالق ونص. تمام كده زي الفل. مش هنحط سكر، دي جاهزه من كل حاجه، فيها الهيل وفيها الزعفران وفيها المبيض وكل حاجه. نيجي بقى للكسرولة الاولى اللي حطينا فيها الشاي اليمني، هنحط فيها علبه حليب مبخر عشان نعمل شاي الكرك انا عاشقه ليه بصراحه، يعني من الحاجات اللي بحبها قوي. وكمان بتكون ممتعه كده وانتي مسافره، بحس ان هو شاي الصحبه. مش عارفه ليه، بحس ان انتي وانتي قاعده رايقه كده مع حد وبتدردشي وفي صداقه وفي كلام، تحبي قوي تشربي. مش عارفه، مشروبات حلوه. فانا عملت تنوع حلو. هنعمل شاي مصري بقى. عملنا القهوه السعودي وعملنا الكرك. هنعمل الشاي المصري، هنحط فيه قرنفل، وهحط فيه نعناع، وهحط شاي عادي جدا اي نوع شاي مصري بتحبيه. وكل حاجه من دي هتاخد وقتها على النار ما عدا الشاي المصري. مش هنغليه كتير لان كل ما يغلي هيتقل. الميه تغلي، هحط زي ما قلت لكم القرنفل، وهحط الشاي، وهنحط سكر مش كتير. يعني معظم اللي بيشربوا الحاجات دي، المشروبات اللي الناس اللي انا رايحه معاهم اخواتي وصحابي يعني مش بيحبوا المسكر قوي. فهنا حطيت 5 حبات من القرنفل، وندوب السكر كويس وننزل بالشاي. دي المشروبات اللي هناخدها معانا. شفتوا بقى الكيك اللي انا عملته امبارح هو والبسبوسه. هنجيب علبه كبيره كده من علب التلاجة تكون ليها غطا، ونبدا نغلف فيه. يا رب. شايفين القهوه العربي وهي بتغلي وريحتها فظيعه، طعم مختلف خالص عن القهوه الاماراتي اللي عندي ايوه هي قهوه اماراتي. دي لون ودي لون، ودي طعم ودي طعم، ودي شكل ودي شكل، الاتنين تحبيهم، ودي حاجه ودي حاجه تانية خالص. هنا حطيت نعناع. تحسوا ان القهوه السعودي تحب التمر، هي عايزه تمر. حتى كلهم قالوا لي يا ريت ان كنا جبنا علبه تمر لما دقوها. القهوه الاماراتي او القهوه الغامقه التانية، انا بقول اماراتي عشان هي بتجيلي من الامارات بصراحه، تحس ان هي عايزه حاجه حلوه، عايزه بسبوسه، عايزه هريسه، عايزه بقلاوه، شوكولاته، سبحان الله. اما الشاي المصري بتاعنا بقى عايز قرص، قراقيش، سندوتش جبنه، اديله ادي بقى على سندوتش الجبنه. دول ال3 مشروبات. هنغسل بقى 3 من كنت طبعا وانا يعني وانا بفضي كنت شايلاهم على جنب. كل هو اسمه ايه يا جدعان، نسيت الاسم. هو البتاع ده اسمه ايه؟ بصوا ده الدله، خلينا نقول الدله لحد ما نفتكر اسمها. اسمه ايه؟ اسمه الترمس. ايوه الترمس ده كنت جايباه من السعوديه، من جده، من مول هناك لما كنت في العمره. حلو قوي وشكله شيك قوي، وكمان بيفضل محتفظ بدرجه الحراره. هنا بقى هنحط الشاي المصري. ايوه هما كده كده الحبه اللي وقعوا دول كانوا زياده، مش مشكله ولا مزعلنا. الشاي المصري بقى ده احنا شربنا من كل حاجه، بس عارفين الشاي الزردة اهو ده بقى. يا سلام،
تعالوا بقى نقطع الكيك ونرصها. أنا قطعت البسبوسه ورصيتها الاول، وحطيت ما بين كل طبقه وطبقه كيس تلاجة علشان ما تلزقش في بعضها وتتهري. الكيك بقى كان فظيع، سكره مظبوط قوي، وكمان فاتح قوي وهش، عشان طبعا دي كيكه الحليب السخن. اللي مش عارف طبعا اللون هنا ظالم الكيكه وظالم لونها وشها وارضيتها، والله العظيم كهرمان كده. اللي ما شافش الفيديو هتلاقوه فيديو امبارح، هترجعوا خطوه واحده بس ورا. اوبا بقى على الجمال بقى، اوبا بقى. ايوه يا بنتي يا سمر، تسلم ايدك. المهم بالف هنا وشفا، عملنا علبه محترمه كده، وهنرصهم كلهم في قلب العلبه زي ما قلت لكم. هنحط ما بينهم طبقات من الورق اكياس التلاجة عشان ما يلزقوش في بعض، والوش يتشال في بعضه يعني، او يتعجنوا يعني. خلينا ايه، وهنحاول نحافظ على الرصه، ونحافظ على العلبه نفسها واحنا واخدينها معانا. بس كده، ده الموضوع. انا بقى هنا كنت برضه وانا بشيل حاجه المطبخ، ما هو اصل المطبخ بقى فاضي يعني، كلها يومين وهنفصل الغاز كمان يعني. تخيلوا لما نفصل الغاز نروح فين يعني؟ احنا لسه ما فصلناش الغاز وهنمشي، واخد الواد في ايدي وابوه ونمشي وكلنا نمشي فتخيلوا بقى لما نفصل الغاز هنروح فين. ما علينا. كنت عايزه اعمل العلبه دي كمان الصغيره اكمل فيها، فخالد قال لي يا ماما هتيجي هنا والحتتين دول احنا نفطر بيهم يا ماما عادي يعني. ماشي يا حبيب ماما، حصل خير يا ابني، حقك عليا. انا وخالد لما بنتنقر بنبقى عاملين زي القط والفار، مش عارفه ليه، مع ان انا امه، بس يلا زي بعض، ابني برضه. انا اللوز نازلالي وربنا يستر، ربنا يستر. بصوا بقى هنا اهي جت قفلت، فضلت وقفت معايا على 3 حتت كيكه. صينيه البسبوسه دي كده كده مش هقطعها، مش هاخدها. فقال لي يا ماما بصي انا دقت حته، وانت هتدوقي حته، وبابا هيدوق حته، وعمر هيدوق حته، خلص الموضوع. عارفين كنت بضربه ليه؟ بيقول لي دي مش حلوه. ما رحت هبدأ قال لي دي تحفه. ايوه يا واد، طبل لامك يا ولا، والله العظيم كانت تجنن قسما بالله. والبسبوسه بقى يا خرابي، مش انتوا بتقولوا عليا 13؟ البسبوسه بتاعتي كمان كانت في حته 13. نجيب بقى الشنط. بصوا بقى الشنطه دي للدلات. والله يعني اخواتنا حبايبنا في الامارات وفي السعوديه وفي عموما يعني في العرب عموما وفي دول الخليج بيهتموا قوي بالتفاصيل دي يعني الشنط بتاعت الحاجات دي، لان هم الحاجات دي دايما معاهم. هنا عملنا بصوا ال3 ترامس او ال3 دلات في شنطه واحده، وجبت شنطه تانية هحط فيها الاطباق والمعالق، وهنا واخدت كوبايات برضو تكاوي، وخدت اطباق تكاوي ومعالق تكاوي يعني. كل اللي تتخيلوه اخدناه. طبعا الكلام ده كانت الساعة كام؟ كانت الساعة تقريبا 2:30. احنا كنا هنمشي من البيت الساعة 4. الساعة 4 دي يا اختي وربنا جرت معانا للساعة 6، قبل ما جهزت بقى هدومنا وخلصنا الحلو بتاعنا وشطبنا المطبخ، حبة الحبشتكنات اللي لابد منهم قبل اي سفرية دول. تمام، حلو كده الكلام، زي الفل زي الفل. بس كده كده جهزنا احلى حاجة. تعالوا نكمل بقى بقية الفيديو. عارفين انا مخضوضه خضه يا لو ده بتاع لسه مولع. احنا كنا هنولع يا لمبي، يا لمبي كنا هنولع. قدر الله ما شاء فعل. بصوا، طب بتبصي لي كده ليه؟ احنا بنعمل حاجات بره، شغالين الفرن. لو اقسمت لكم بالله ان انا من امبارح اتخيل حاجات مش من ناحيه الموضوع ده. فالمهم انا وخالد دخلنا الاوضه نجيب هدومنا، بقول له يا خالد تعالى طلع معايا الدوش نجهز الشنط. فبعدين بقول له ولا ريحه سلوك بتشيط، وطلع اجري على بره. قال لي يا ماما هي مش من بره، هو في ريحه هنا. طلعت بره، جريت على الفرن، جريت هنا جريت هنا، ابص مفيش حاجه. لقيت خالد ماما ايه يا ولا؟ قال لي خلاص يا ماما. طب خلاص. بعدين يقول لي انا مش عارفه اقول لك ايه يا ماما، والولا واقف مخضوض. بصوا انت مالك يعني المنظر ده انت البتاع كان مولع. فبقول لي الفيشه مسربه، انا بالتالي هو كده الشيح ده في قلب من ورا. الحمد لله. جماعه بالله عليكم، انا كل يوم اقوم اشيل الشاحن من تحت عيالي والفيشه في البتاع خلاص مسك. هاتوا انت بتاخده، انا بحسبك هتاخده توريه له. خلي بالنا من الشاحن شويه، فعلا دي كارثه في كل بيت، الشاحن والكتل. يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. انا دلوقتي متدبسه تدبيسه وحشه قوي يا ولاد. ايه هي بقى؟ ابو كريم قال لي ايه؟ قال لي والله العظيم معقول لك انا عايز لبس ايه؟ خلاص يا خالد بقى انت عايزاه؟ عايزاه سيبه. ولا هقول لك عايز لبس ايه، ولا هقول لك انا هلبس ايه هناك. اللي هتطلعيه هلبسه.
بص بقى يا ابو كريم، انا هقول لك كلمتين تحطهم حلقه في ودنك. انا طلعت لك الدولاب كله، واختار اللي انت عايزه منه. دي كده هدوم ابو كريم ان شاء الله يعني، والف الف مبروك. يا رجعت من هناك انا وهو قاتلين بعض يا رجعنا كل حاجه زي الفل. انت حاطه له الدولاب كله. ايوه، ما انت مفكر ايه؟ هيقول لك وهيقول لك هو لا. ما قاليش هو عايز ايه. حاطه له بس حاجات خروج. حطيت هو هو مش هيخرج يروح فين؟ ماشي. ده الجزء بتاع ابو كريم الباقي بقى الجزء بتاعي. وخدت لي شنطه لوحده. كبار ما بيحبوش يمشوا معايا في سكه، قولوا لي مين ولادهم بقوا زيي ما بيحبوش يروحوا معانا في اي حته. كريم وعمر بيتبروا مننا. اصبري سنتين كمان. ايه؟ اصبر سنتين كمان كمان. عشان يبقى هو كمان. يا اخويا احنا مبسوطين، مع السلامه. خلاص من دلوقتي بقى. والله العظيم الرحله دي كلها عشانه. ايوه عشان اقسم بالله الرحله دي كلها عشانه هو. اقول ليه؟ لما تقولش، خلي عندنا حبه اسرار صغيرين. ايوه كده. يلا هروح اجهز الشنطه وارجع لكم تاني. مني. انا بالنسبه لي اهم حاجه اني عامله قهوه. ولد انا عايزه اعمل قهوه خد اشربها في الطريق. انجزي. العيال زي النضاره اللي لسه شاريها جديد، قولوا لي رايكم فيها ايه. اهي حلوه يا خالد. طب بعد اذنك بعد اذنك الاضاءه. خلصت. حبينا شنطه دي، شنطه خالد مش معانا، دي حاجتنا هتهزهمش. مش هزاهم. وعملنا زي ما حضرتوا معانا في الفيديو بقى الشاي والحاجات الحلوه بتاعتنا دي وبس. ولبست السوت السودا دي وعليها البلوزه البيبي بلو دي الحلوه. يعني ما رضيتش اخلي فيها ابيض عشان هو انا لابسه دي ليه؟ ما رضيتش اخلي فيها ابيض. هو كانوا يومين ولا ايه؟ هما ايه اللي كانوا يومين؟ مش هو قلت اللي لك؟ كان في اثيوبيا. يلا بقول لك مكتب دفاع اثيوبيا. اثيوبيا. اتخضت. عشان ناكل ونشرب منهم في الطريق. انا دلوقتي في حبه قهوه عربي جوه او قهوه سعودي، هخش اعملهم في كوبايه واخدهم معايا في الطريق. انجز ايه؟ دماغي اهم، انا ضغطي بيوطى. ما تقعدش تعمل لي انجازي، ده ابوك ما بيقولهاش. انت انا سامعك انت بتتكلمي على الشنطه. ايوه مكتوب مكتب دفاع اثينا. سينا اليونان. معانا وسهلا في أثيوبيا. اليونان. أهلا رحت وسهلا. اليونان وسبتني. انت والله. بعد كل اللي انت عاملاه في البيت ده سايباه ماشيه؟ بص هقول لك على حاجه. خش. مش انا هديت انا اللي هقول لك على وانت القائد. انا اللي هقول لك على والله سيب العظيم الشنطه. هقول لك على سيبها الموضوع. سيبها استنى تقع. بس. سيب الشنطه تقع. سيب الشنطه تقع. دي هدومي. مش انا هديت وانت القائد. ابني بقى. يا ابني اه خلاص انا رايح استنى. وبعدين انت لابس شبهي ليه؟ لابس شبك ليه؟ ايوه انا لابسه سوت سودا اهي وانا كنت كتان. اعرف انا كنت عامل لابس كتير. كنت اعرف انت لابسه سوت سودا؟ ما اعرفش. بس انا الاسود بتاعي فيه بيبي بلو، حته تاتش حريمي كده. خليك انت اسود في اسود حتى حته نسائي. حتى انا مش نسائي. عارف النسائيين دول مالهم كده النهارده. النسائيين دول مالهم يعني؟ يعني انت كان في إحنا برضه- حوار مع النسائيين بره. لا، 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 والله. ايوه اشهدوا بقى. وطريق جايب ورد. استنوا، ده جاي الساعه 6 الصبح ده. يلا بينا. جايبهولي. ايه يا عم الفراغ؟ جايبوا لي ايه؟ لا ده كده الحوار بقى وقال لك بقى اللي فيها. والله والله العظيم جاي الساعه 6 الصبح بتاع و6 الصبح دي انا نايمه. ايوه ماشي، ما انا جاي من الشغل فلقيت راجل جميل كده بيبيع ورد. بيبيع ورد فقلت انفعه يعني. ولا ورده جميله وفرحت. جابت الورد. لا 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 انا جبت عشان افرحك. لا 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 انت عارف مراتك ما والله. بتفرحش بالورد. انت عارف ان انا مش بتاع الكلام ده. والله هو انت أبدا. بتثبتني قدام الكاميرا؟ لا والله. جبت الورد ده منين؟ وحياة ربنا راجل يعني حبيت ان انا يعني عايز افرحه يعني إيه وانت يا عم؟ فرحت. هتكلمني؟ فرحت الاثنين. كان بيكلمك وبيشتري الورد؟ عمر صح كان معايا. كان بيعمل ايه بقى؟ كان معايا عربيه وسامع يخبوا على بعض. جدع يا قلب امك تعالى. هيقتلني بعد كده. تعالى يا قلب امك. قال له بتبيع ايه؟ قال له ببيع ورد. قال له طب هات ورد. قام مديله فلوس وخد الورد. دليل ان انت كداب. دول 3 ما هو ورد. ثلاثه قلت له خليك ما هي بوكر باكد على بعض. عشان ايه؟ عشان انت عندك ثلاث ورد. المره الجايه هتلاقي 3 تماثيل بقى. ماشي. طيب خدوا الشنط أسعد عبال ما اعمل كده. كوبايه القهوه بتاعتي وبس كده. واقف الكاميرا عبال ما اعمل القهوه وارجع لهم تاني. عملت واحده قهوه عربي وواحده كرك عشان انا عارفه ان هم يقولوا اديني شفطه. عموما هم كانوا فاضلين في اللبانات مكان ما عملت، فخسروا بدل ما يترموا سخنتهم واخدتهم معايا. واحده قهوه وواحده كرك. نجيب بقى معاها بسكوت وناكل في الطريق وان شاء الله نوصل بالسلامه ونكمل بايه الفيديوهات مع بعض. ربنا يديم لمة العيله على كل الناس، وربنا يديم عليكم السعاده والستر اللهم امين. و
اوعوا تاخدوا الناس بالظاهر، اوعوا تاخدوا الناس بالظاهر. الظاهر اللي بره شيء وبيبقى في حاجات ورا اللي ظاهر ده كتير قوي. فدايما لما تشوفوا حد بيضحك ادعوا عليه ان ربنا يديمها عليه نعمه، ولما تشوفوا حد بيعيط ادعوا ان ربنا يريح قلبه وباله. مش هنقول ما تاخدوش ان اللي بيضحك على طول ولا اللي بيعيط على طول. هي الدنيا كده، الدنيا تقلبات، واحنا مع الريح رايحين جايين. ربنا يريح قلوبكم جميعا ويحفظ لكم ولادكم ويحفظ ولادي معاهم، اللهم امين، ويبارك في عمركم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.